السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وانتم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه خاصه بيا او كيكه المخابز الكبرى او المحلبات. كيك اللي كيجي هائل، كيجي منفوخ او كيجي حجم اللي هو كبير، كيجي هشيش، كتجي مقطنه وخفيفه في نفس الوقت، واكيد كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتتبعوا معايا نفس الطريقه باش غادي نحضرها معكم، وانا اكيد ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول تجربه. فندوزوا المقادير وكذلك المكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هذا الكيك هذا. كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله تيجي واحد الحجم اللي كبير، كتجي واحد الكيكه اللي خفيفه بزاف البنات، قطنيه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله نطرق الاعجاب ديالكم وندوزو المقادير او المكونات اللي غادي نحتاج. فهنا غادي نشارك معكم المقادير البنات، غادي نخدمهم بالعلبه ديال دانون اولا هذا الحك هذا ديال دانون. فهنا غادي تجيكم مقادير اللي سهله بزاف. فغادي نحتاج الكاس وربع من السكر، نفس العبار اللي غادي نعبر به السكر، يعني العلبه ديال الياغورت او دانون هي باش غادي نعبر الزيت، وغادي نعبر كذلك حتى يعني الدقيق وجميع السوائل. فهنا غادي نضيف 4 ديال الحبات ديال البيض من فوق السكر. اكيد غادي نخدموا هذا الشيء كامل في شي ايبول اولا في اناء اللي تيكون كبير. هنا كيف ما شفتوا معايا البيض البنات ضروري يكون واخد حراره المطبخ قبل، او جميع كذلك السوائل اللي غادي نخدموا بهم غادي يكونوا واخدين حراره المطبخ، يعني ما يكونوش باردين بزاف ولا كيكونوا في الثلاجه. فهذا سر من الاسرار باش ينجح معكم الكيك. فغادي نخدم البيض والسكر، وهنا ضفت واحد الرشيشه ديال الملحه غير تحدفت لي، يعني ما دازتش ليا هكا في الفيديو. فغادي نخدمهم مزيان مزيان يعني حتى كيتغير تماما اللون ديال البيض، يعني كيرجع مائل اللون ابيض وكيجي واحد القوام اللي ثقيل وكيجي بحال الكريمه. وهذا حتى هو السر من الاسرار باش ينجح معكم الكيك. في الطريقه اللي غادي نخدم معكم البنات مختلفه تماما على طريقه باش كنخدموا دائما او في العاده الكيك اليومي ديالنا. فغادي ندربهم مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا هنا اللون ديال البيض مع السكر كيتغير، هانتوما شفتوا معايا الشكل ديالو كيولي ابيض. وهنا كيف ما كتلاحظوا فقط غير البيض والسكر، واكيد حتى الفاني. فانا ضفت الفاني، ما عرفتش واش داز ولا ما داز، لان ملي كنكون كنهضر ما كنردش البال هكايا الفيديو شنو كيدوز. ها نتوما شوفوا القوام ديالو كيجي ثقيل. فهذا هو المراد اللي حنا محتاجينه، هو ان هذا القوام هذا كيصبح مائل الابيض وتيصبح ثقيل. هنا ما غاديش نضيف عليهم الزيت وما غاديش نضيف عليهم السوائل، مباشره غادي نضيف على هذا الخليط ديال البيض السكر الدقيق. بالنسبه للعبار ديال الدقيق البنات، انا عبرت بالعلبه ديال الياغورت، ومن الاحسن انكم تغربلوا الدقيق عاده باش كتعبروه، لان كتختلف الكميه ديال العبار ديال الدقيق ما بين مغربل وما مغربلش. وجربوا هذه القضيه الى هكا كنتو الدقيق يعني كتعبروه هو ما مغربلش، كيكون يعني واحد الكميه زايده على انه كيكون مغربل. فانا الطريقه ديالي كناخذ دائما هكا شي زلافه كبيره كنحطها فوق الميزان، في نفس الوقت كنعبر بالكاس وكنغربل مباشره من فوق الميزان، يعني كنحط واحد الشبيكه ولا صفايه ولا غربال فوق الزلافه وانا كنغربل في نفس الوقت كنعبر بالكاس. فهنا غادي نعطيكم العبار ديال الكاس ديال دانون. فهنا غادي ندخل الكاس الاول كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبقى ندور في نفس الاتجاه ديال الدراب باش خلط في الاول، يعني ما نعكسوش الاتجاه ديال التخلاط. هنا غادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. الدقيق يفضل انه يكون من النوعيه الجيده البنات، يعني يكون خاص بالحلويات. وكيف ما كنعاود ناكد انه ضروري تغربلوه مره وجوج ديال المرات هكا باش كينجح معكم الكيك، وتيجي واحد الكيك اللي اسفنجي وكيجي خفيف بزاف. يعني ملي كتكونوا كتقطعوه اولا كتاكلوا الكيك ديالكم ما كتحسوش به نهائيا، تيجي واحد الكيك اللي ناشف وخفيف في نفس الوقت. هنا ضفت الكاس الثالث كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف الكاس الرابع ديال يعني ما غاديش نعطيكم بالغرامات الدقيق، لان كيف ما قلت لكم غادي تعبروا بالعلبه ديال الياغورت. هنا غادي تشوفوا القوام غادي يبدا يتبدل وغادي يرجع للقوام اللي هو ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا. في المجموع ديال العباره البنات ديال الدقيق، فانا دخلت 5 ديال الكيسان ديال دانون.
انا فرغته في الاول هكا باش نقدر انني نعبر به الدقيق. هذا هو يعني الكأس الخامس ديال الدقيق. صافي غادي نحاول ندخلو مزيان هكايا. ممكن تخدمو غير بالضراب اليدوي العادي هكا باش ما كيطلعش لينا ديك البقايا تاع الدقيقه ولا ديك الغبره ديال الدقيق. فانا هنايا راه نقاست على الضراب وكنخلط كيف ما كتشوفوا معايا. كنحصلوا على واحد القوام كيف ما قلت لكم اللي كيصبح قوام اللي هو ثقيل ديال الكيك. صافي هذه هي الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق. راه انا من قبل كيف ما قلت لكم عبرت 5 ديال الكيسان اولا داك الكاس ديال دانون، يعني 5 عامرين ديال الدقيق. صافي غادي ندخل هاد الكميه اللي بقات ليا تقريبا 2 معالق. المهم القوام ديال الخليط خصو يكون ثقيل لان مازال غادي نزيدوا بقيه السوائل اللي بقاو لينا. هنا عندنا كاس ديال الزيت كيف ما شفتوا معايا. فانا عبرت بنفس الكاس باش عبرنا الدقيق وباش عبرنا السكر. غادي نزيد عليهم كاس ونصف من الحليب. الحليب البنات حتى هو خصو يكون واخد درجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد وما يكونش من الثلاجه، يكون حليب اللي هو عادي. وهنا غادي نضيف دانون. بالنسبه لي دانون انا استعملت ديال الموز، يعني نفس العلبه كيف ما شفتوا معايا اللي عبرت بها راه ديال الموز. اما كديروا ديال الموز اولا ديال الفاني. وصراحه ديال الموز كيجي في الكيك رائع جدا، تيجي لذيذ بزاف، تيجي فيه واحد المذاق اللي زوين، خصوصا الا خليتوه حتى الاخر. كتجي واحد الكيكه اللي منسمه تجي غزاله. صافي غادي نبدا نضيف هذوك المكونات كامله اللي خلطت، وانا كنبقى ندرب اولا غير كيف ما كتشوفوا، يعني كنحاول نبقى ندور في نفس الاتجاه وانا كنضيف هذيك العناصر اللي بقات ليا، يعني حتى غادي نكملها كامله اولا غادي نفرغهم كاملين هكا في الخليط ديال الكيك. تعمدت انني ما نسرعش لكم الفيديو باش تشوفوا معايا يعني الطريقه باش كنخلط، يعني السرعه ديال الخلاط اولا الضراب الكهربائي هكا باش تشوفوا انني راه ما مزرباش بزاف، يعني مجهداش عليه، يعني مخليه غير الدرجه الاولى. وكنبقى ندخل هكا شويه بشويه حتى غادي نكمل ديك الكميه كلها اللي بقات ليا ديال الخليط ديال الزيت ودانون والحليب. صافي دابا انا غادي نخدمهم مزيان، يعني حتى غادي ندمجوا ليا دوك المكونات كاملين مع الخليط ديال البيض والدقيق والسكر. في التالي عاد غادي نزيد ليهم الخميره، وغادي نزيد ليهم كذلك واحد الاضافه اللي كتعطينا واحد الهشاشه للكيك كيجي رائع. هنا غادي ناخذ يعني الخميره كنخليها اخر حاجه من بعد ما كنخلط الخليط، كنخليه ابار وكنرجع كناخذ المول كندهنو مزيان مزيان بالزبده، وغادي نفرش له ورق الزبده او بابي كويسون. المهم ما غاديش ندير انا الدقيق نهائيا في المول. بالنسبه للقطر ديال المول البنات فهو 24 سنتيمتر. هكا الاخوات اللي كيسولوا على القطر ديال المول. صافي هنايا فرشت الورق الزبده وحاولت ندورو عليه حتى من الجوانب هكايا باش تجيني الكيكه ساهله ملي نبغي نزولها. هذا هو القوام تاع الكيك ديالي من بعد ما ضفت له دوك المكونات اللي بقات لي في التالي. ضروري ملي كتشكلوه كداك الحرف 8 كتعرفوا ان القوام ديال الكيك هو هذاك. صافي هنا غادي نجيب الخميره، غادي نضيف 3 ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوى. كل كيس فيه 8 غرام. غادي نحاول هكا ندوزهم في الغربال هكا باش ما يتشكلوش دوك الكويرات في العجين وما يبقاوش هكا يعني مجموعين في يعني ملي كتجيو تقطعوا الكيك ديالكم كتلقاو دوك الكويرات ديال الخميره، فمن الاحسن كدوزوهم في الغربال. غادي نضيف على الخميره باش تفاعل ليا وتجيني كيكه اللي منفوخه وكتجي هشيشه في نفس الوقت كتجي خفيفه. غادي نزيد على 2 معالق كبار ديال الخل. كيعطي الكيك ديالنا واحد القوام كيجي رائع جدا، تيجي ناشف وخفيف في نفس الوقت. كتجي القوام ديال الكيك بحال البونش، يعني كتجي هائله. البنات جربوا هذه الطريقه هذه، نفس يعني الكيك اللي كتاكلوه سواء في المحلبات او لا كنشريوه بعض المرات من المخبزات. كنلقاو كيك اللي هو خفيف بزاف وكيجي هشيش وما كنعرفوش يعني شنو الاضافات اللي كيكونوا فيه، وهي فقط يعني طريقه باش كيخدموا الكيكه هي اللي كتعطي هذيك القوام.
صافي هنايا حاولت ندخل الخميره غير بشويه، يعني ما نخلطوش بالجهد باش ما كيمشيش لينا داك التفاعل ديال الخميره والخل. غادي نجيب دابا المول وغادي نفرغ فيه هاد الخليط. في هاد الاثناء البنات راني شعلت على الفران كيسخن، العافيه كتكون اكيد غير من الاسفل. ملي كنبغي ندخل الكيك ديالي راني كنقص عليه تماما، يعني كنقتلو عليه العافيه، سواء الفران العادي او لا على الفران ديال الضو. فبالنسبه للفران ديال الضو الا غادي طيبوا فيه فغادي ديروا على 180 درجه. صافي هنا كنحاول ملي كنفرغ الخليط ديال الكيك كنحاول نهز المول الفوق هكا باش كيخرج داك الهواء من العجين ديالنا ديال الكيك، وفي نفس الوقت كتجي مهويه من الداخل. صافي كنحاول نخبط هكا المول باش كنفرغه كامل دوك الفقاعات اللي تيكونوا، وكندخلوا الفران كيف ما قلت لكم حتى كطيب الكيك ديالي تماما وكيتحمر وكنخرجوا. هنا راه حيدته من المول كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجي السمك ديالو عالي، وفي نفس الوقت كتجي واحد الكيكه اللي خفيفه بزاف بزاف البنات. يعني غير الكيكات اللي كنحضروا عاده، هاد الكيك هذا كيجي غزال بزاف بزاف. بالنسبه للتزيين غادي نزينو بالمربى، او الا كان عندكم البرتقال غادي طيبوه يعني بحال الشكل ديال السيرو، وغادي تسقيو به الكيك ديالكم، اولا غادي غير دهنوا، ماشي ما محتاجش انها تسقى، غير دهنوا بها الوجه ديال الكيك. فانا هنا غادي ندهنها بالمربى تاع المشماش، وغادي نرشها بالكوك، وغادي كذلك نرشها بشويه ديال فيرميسي شوكولا. صراحه راه كتجي غزاله كيف ما شفتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو. راه كيجي واحد الكيك اللي رائع جدا جدا، كيجي لذيذ بزاف، وكتجي واحد الكيكه اللي غزاله هكا تقدموها مع قهوه ولا مع كويس ديال اتاي ولا مع عصير، كتجي غزاله بزاف بزاف وكتعجب حتى الوليدات الصغار. فانا غادي ندهنها مزيان هكا بالمربى من الجوانب ومن الفوق، وغادي نرش عليها هكا واحد الكميه ديال الكوك، وغادي نحاول ندهنها حتى من الجوانب. يعني غادي ندوز عليها الكوك كامله، واكيد الكيك كتخليوه حتى كيبرد تماما، ومن الاحسن حتى الا بقى حتى الغد ليه عاد باش كتصبح ديك الكيكه زوينه بزاف. صافي غادي ندور عليها الكوك كامل الجوانب، غير رشيشه خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ندردر عليها كذلك شويه ديال الشوكولا فيرميسيل كامل الوجه. تزيين بسيط سهل وهذا هو الكيك عاده اللي كناخذوه، يعني كناخذوه من المحلبه، تيكون فيه هذا الكوك وتيكون فيها المربى. كتجي لذيذه بزاف. كنصحكم انكم تجربوا هذه الكيكه هذه وتخدموها بنفس الطريقه باش حضرتها معكم، وانا اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وغادي تعتمدوها. حتى الاخوات او البنيتات اللي يلاه كيدخلوا الكوزينو كيتعلموا هكايا، فإلا جربوا هذه الطريقه انا اكيد غادي تنجح معاهم من اول مره وغادي تعجبهم بزاف بزاف. هنا غادي نقطعها معكم. للعلم هنا راه باقا شيئا مسخونه، يعني يلاه دافيه باقا مبرداتش مزيان، وانتم كتشوفوا ملي كنقطعها راه رطبه البنات، رطبه بزاف بزاف وخفيفه، واحد الكيكه اللي هائله جدا. فكنتمنى ان شاء الله انكم تطبقوها معايا بنفس الطريقه كيفاش حضرتها معكم. وبالنسبه للمقادير كلها غادي نحطها لكم في صندوق الوصف هكا باش تسهل عليكم اذا بغيتوا تسكرينيوهم وتحضروا الكيك ديالكم هكا باش ما تنساو حتى شي حاجه. صافي هنا قطعتها وغادي تشوفوا معايا ما شاء الله السمك ديالها كيجي رائع جدا، وحتى في اللون ديالها من الداخل كتجي غزاله البنات. واحد الكيكه اللي رائعه جدا وخفيفه خفيفه، يعني واخا نبقى نقول لكم خفيفه خصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر، يعني شي حاجه اللي غزاله بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وطرق الاعجاب ديالكم. كنقول لكم اكيد بالصحه والراحه. والى فيديو ووصفه اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.